يوم من دوري المصري وحكايات دوري المصري وحوارات دوري المصري بكل حاجة بكل معانيه. ماتش الزمالك وبتروجيت وماتش الأهلي والإسماعيلي اللي انتهوا بتعادل الزمالك وبتروجيت 1-1 كان في ماتش. بصراحة أنا كان بالنسبالي كوميدي، ماتش كوميدي في كل حاجة. بس بتروجيت لعبوا ماتش جامد جدا على قد إمكانياتهم، على قد اللعيبة اللي عندهم، على قد كل حاجة. فبجد لأ، كان ماتش الزمالك بالذات فيه حكاوي كتير وكلام كتير لازم يتقال، ونبدأ بيه. هو بما ان هو الترتيب الأول وهو الماتش كان الأول. آه الزمالك تحس ان اللعيبة كلها مش عايزة تلعب، مش فارقة معاها، ضامنين المكسب يعني. اللي هو احنا بنتفرج انا وصحابي زملكاوية كده، اللي هو احنا ضامنين المكسب كده كده يا جماعة. اللي هو هنجيب جول مش عارف ايه الكلام ده من اول الماتش، يا اما ضربات جزاء يا اما مش عارف ايه. بص التحكيم كان وحش وحش على الفرقتين في الماتش ده، بالذات على بتروجيت لو على الحق يعني. بس هو التحكيم في مصر وحش 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 في كل المقاييس، بس في الماتش ده بالذات كان جاي على الاتنين، كان جاي مش جاي لمصلحة حد ولا على حد. بس بصراحة كان في كام كورة أوضح بكتير على الزمالك أكتر من بتروجيت، زي انذار على زيزو واضحة جدا، واضحة زي ما كانش طرد دايس على رجله، وأمثلة كتير حتى ما بياخدوش انذار. فكان لأ يعني التحكيم وحش وحش عموما. لكن نيجي للعب نفسه، الزمالك تحس ان هما اللي هو احنا زي ما بقولكم ضامنين المكسب، مش فارق مش عارف ايه، كده كده هنجيب مش عارف ايه. وفي الاخر بيلعبوا بالطريقة دي، بيلعبوا بالشكل ده، بيلعبوا بالتفكير. الزمالك لو لعب بنفس المستوى ده قدام الاهلي يا جماعة هتبقى كارثة، هتبقى نتيجة فضيحة بجد. وطبعا ماتشات الاهلي والزمالك بيبقى ليها حسابات تانية، واللعيبة بتلعب اكتر وبتبقى عايزة تكسب وعايزة تثبت نفسها، ممكن ما تلعبش طول الموسم، تلعب الماتش ده عادي جدا. سواء عادي في فترة الاهلي لما بيبقى وحش فيها بيبقى نفس الكلام، ماتش الاهلي والزمالك بيبقى ليه حسابات تانية كتير. بس بجد الزمالك اصلا مكانش يستاهل يتعادل، رغم هو ضيع كتير جدا وضيع اجوان كانت تبقى حرفيا زي انفراد زيزو لما اتعملت عرضية ما شاء الله طوحها في السما ازاي معرفش، هو كان استلمها بس كانت هتروح للجون. بس الفكرة ان هما ما الزمالك ما يستاهلش ان هو يكسب، ما يستحقش ان هو يكسب، ما كانش اللعيبه بتلعب ان هم عايزين يكسبوا ومش عارف ايه والكلام ده. طبعا كل لعبة عايزة تكسب وكل فرقة عايزة تكسب، بس الواحد مش حاسس كده، في عشوائية، في اللي يعرف يرفع اللي يعرف يجري اللي يعرف مش عارف ايه. وبسرور طبعا ده اول ماتش ليه يعني. انت هتقول هو كده كان مدرب بالنسبة للأهلاوية عارفينه ومش عارف ايه والكلام ده، بس ممكن ينجح مع الزملكاوية، بس انت مش تقدر تقول حاجة بالنسبة لأول ماتش ليه يعني. فالراجل مش هيبقى عليه اي لوم ان هم اصلا بيلعبوا وحش كان مع جروس، ودلوقتي بيلعبوا وحش مع بيسيرو، ان هو برضو مش هيبقى عارف اي حاجة ولا المدرب هيبقى ليه يد في اي حاجة. لكن اللعيبة بصراحة عليها علامة استفهام كبيرة، ولو لعبوا بنفس الاداء ده بالشكل اللي لعبوا بيه قدام بتروجيت هتحصل كارثة في النتيجة هيشيلوا سكور. نيجي بقى للماتش التاني على طول، نردم فيه على طول، ماتش الاهلي والاسماعيلي. الاهلي كان بيلعب برتم على الهادي، ولا كان في خطورة من الاسماعيلي، ولا كان الاهلي حاسس باي ضغط من الاسماعيلي باي شكل من الاشكال، الا لو في اخر الشوط التاني اللي هو كان اصلا الماتش كده كده خلصان. لكن الشوط الاول الاهلي بيلعب براحته بمزاجه، وجت ضربة جزاء وجت ضربة جزاء تانية وحسين الشحات ضيعها. فالماتش كان اللي هو ايه، الاهلي مش لو عايز سيناريو احسن من كده مش هيلاقي احسن من السيناريو ده، اللي هو اكن تمرينة واكنها اللي هو صباح الفل، اللي هو احنا بنتجهز للماتش اللي جاي، للماتش القمة للكلام ده. والحمد لله ما فيش اي خساير ولا اصابات ولا الكلام ده. ومش بس كده، رجع اشرف داري ورجع وسام، خدوا في الشوط التاني شوية ان هو دي تبقى حاجة كويسة. وامام لسه متألق وجاب جون واسيست، وحسين الشحات كمان جاب، ومحمد عبد الله ده عمل ماتش هايل الصراحة. ان شاء الله الواد ده يبقى ليه مستقبل كبير وهياخد اكتر فرص وان شاء الله يأدي اكتر. واحمد رضا برضو عمل ماتش جامد جدا بعيد عن الجون اللي جابه برضو، حلو في اخر الشوط التاني. لكن هو الواد فعلا حلو، وطريقته في الكرة حلوة، وطريقته في اللعب حلوة جدا. بس الفكرة ان الاهلي كان مش عليه ضغط
اكنها تمرينة، اكنها حاجة سهلة جدا، اكنها حرفيا هي تمرينة، هي مش تبقى اسهل من تمرينة. اللي هو هنلعب براحتنا مفيش ضغط مش عارف ايه. وزي ما بقولكوا حس في اخر الشوط التاني شوية ضغط من الاسماعيلي، بس كده كان الماتش كان خسران. الاهلي كان بيلعب ان هو ما يلبسش جون، وده اللي حصل، طلع بالكلين شيت. اليوم كان بس كان بالنسبة للتحكيم كان كارثة في ماتش الزمالك. الأهلي ها تمام، بس التحكيم فعلا محتاج وفعلا منظومة التحكيم كلها محتاجة تتغير فعلا. العموم ان شاء الله نتقابل في لقاء الكلاسيكو بقى، الديربي اي حاجة. الماتش الاهلي والزمالك الجاي هيبقى فعلا دمار، ولو الزمالك لاعب بالاداء ده السكور هيبقى جامد قوي. بس زي ما بنقول ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى مختلفة، وبتبقى ليها حسابات تانية خالص عن اي ماتش عادي. كده ما تنساش اللايك والاشتراك، ونتقابل في الفيديو الجاي. سلام.